كنت ماشي في محرم بيه، كارفور كان على يميني، خدت أول ملف بعده من عند نقطة المرور ورجعت تاني في اتجاه الطريق الدائري. كمان لو جاي من الطريق الصحراوي هتدخل على الدائري من المكان ده. خليكم معايا عشان هقول لكم لقيت ايه في السكة. المهم هنكمل في الطريق الدائري، مستشفى إليت هتكون على يمنا، ولو كنت جاي من شرق اسكندرية أو العوايد هتلاقي الملف اللي على شمالنا ده هيوصلك برضو لنفس المكان. المهم هنكمل في الطريق الدائري، هنلاقي المدرسة اللي على يمنا دي، ودي المدرسة القومية. الدخلة اللي بعدها على طول على يمنا شارع مسجد فاطمة الزهراء، واللي على ناصيته الجامع اللي قدام حضراتكم دلوقتي في الصورة. هتطول شوية كده يا دوب 300 متر هتلاقي مصنع المصطفى لتصنيع وتركيب بلدورات الأرصفة وبلاط الانترلوك على الطريق نفسه. كل مرة باجي فيها المكان ده بلاقي حاجة جديدة حصلت، تطوير، معدات، وده علشان دايما يكون جاهز لتوفير أي كمية مهما كان حجمها، بيوفرها في أسرع وقت وبأحسن جودة. وطبعا الأسعار دي مش هنتكلم عليها، أقل أسعار. علشان تتعامل مع مصنع مباشرة ده طبعا ليه تمن، لأن أنت بتتعامل مع أول إيد، يعني مفيش بقى عمولات ولا في سمسرة ولا الكلام ده كله. وعشان مصنع المصطفى لتصنيع وتركيب بلدورات الأرصفة وبلاط الانترلوك دايما في تطور، دلوقتي نقل في مكان أوسع بمساحة أكبر، وده علشان يقدر ينفذ أكبر حجم شغل ممكن بأفضل جودة لعملائه. الأستاذ محمد الصافي من أطيب الناس اللي ممكن تتعامل معاها في حياتك، مش بس في مجال الشغل ده، ودي طبعا حاجة مريحة جدا إنك تتعامل مع حد عنده ضمير وثقة، تاخد منه الشغل وانت مطمن. تيجي نفس السكة اللي شرحناها لحضراتكم في بداية الفيديو، وتشوف شغلك على الطبيعة وتشوفه كمان أثناء ما بيتم صبه، علشان تكون مطمن للخامات اللي بيتم استخدامها. فرم جديدة، بلدورة ناعمة، الحواف متساوية، شغل يشرف. متوفر عنده كل المقاسات، سواء البلدورة الجنايني أو العجالي، وكمان البلدورة النص، ودي اللي بتستخدم في عمل الكيرفات. والله ضحكته حلوة. قليل قوي لما تلاقي حد تكون مرتاح وانت بتتعامل معاه. الجديد بقى انه خد مكان اوسع، وده بيساعده في تنفيذ اي كمية ممكن تتطلب منه، لانه مصنع وبيصب الفرم في نفس المكان. وزي ما حضراتكم شايفين في فرم تم صبها وفي فرم هيتم صبها دلوقتي. المكان في شارع مسجد فاطمة الزهراء نفسه، يعني مش هتضطر تدخل يمين ولا شمال. وأبيس دلوقتي ما بقتش بعيدة، قريبة من كل المشاريع اللي بيتم إنشائها حاليا. وبشوف انه مناسب جدا في تجهيز الفلل والقرى السياحية حتى والطرق ان يشتروا منه، مش مضطرين دلوقتي يجيبوا من مصانع القاهرة ويتكلفوا نولون ووقت فائت كتير. مصنع المصطفى لتصنيع وتوريد وتركيب بلدورات الأرصفة وبلاط الانترلوك قريب من اي مكان، ودايما هتلاقي عنده شغل جاهز تشتري في وقتها او تطلب طلبيتك ويجهزها لك في اقرب وقت ممكن. اتصل دلوقتي بالارقام اللي على الشاشة واطلب طلبيتك وقول له انك من متابعين صفحة تركاية وحكاية، واستمتع بالخصم الكبير لمتابعين الصفحة. تابعونا علشان دايما تعرفوا كل جديد في اسكندرية. اخوكم مراد محمود.